ونبني لبكرة جسور في حزب النور، وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي، ونبني لك لبكرة جسور. لحظة جميلة طبعا ان دايما الاعادة تبقى ضدنا، تبقى بتنقص، نبقى واخدين نسبة عالية جدا. اقول لكم ليه؟ لان واضحة احنا زي ما قلنا كده ما عندناش تحالفات مع اتجاهات غير اسلامية. هم في الاصوات بتبقى مفتتة مع عدد كبير جدا من الايه؟ من الاتجاهات، وعمر ما الليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين هيدوا اصواتهم لحد اسلامي لا اخوان ولا سلفيه في المرحله الاولانيه. باظت الحكايه، يا سلفي يا اخواني، هيختاروا مين؟ اللي راح على المر اللي عبصر كده صح؟ فالحكايه كلها بتحصل كده ان هم بيضربوا على ايه؟ على المر بدلا من الايه؟ من الامر منه. واخد بالك؟ فهم بيعتبروا ان احنا بنخسر دايما في الموضوع ده. ومعلش برضه جزء كبير قوي من كانت المرحله الثانيه اقل تزويرا من المرحله الاولانيه. لكن في قطع كفايه موضوع الاسماعيليه ده فضيحه طبعا على المسؤولين عنه. موضوع الاسماعيليه علني كده ان عربيتين، بس ده كان حاصل ضدنا احنا الاثنين. عربيتين مليانين اصوات بتاعه النور والحريه والعداله متعبيه، وبتاع مرشح الفردي من هنا ومن هنا متعبين في العربيه. الاخوه لقوهم ناموا تحت العجل، قالوا لهم هنموت وعدوا علينا لو عايزين. قالوا طب فهموا، خدوا مرشح وانتوا مرشح وعدوا الموضوع. قالوا لا عايزين نفرزها تاني، وغالبا كده في الاخر برضه بيقول تقدير ربنا. انت مش قادر، هو برضه اصل فيه المنصه بتعمل عمل تاني، بس احنا فاهمين ومعدين. احنا فاهمين ومعدين ان في رغبه في درجه من التوازن بتاع احد الاحزاب العريقه جدا اللي بقى لها 100 سنه. يقول احنا خدنا 28,000 صوت، ده احنا كنا بندور على صوتين ثلاثه. انا اعلم الحزب المذكور ده اللي هياخد نسبه كويسه جدا، حزب بياخد 5 في الألف 3 في الألف من خلال الفرز لغايه اخر الصناديق، وبعدين يطلع في الاخر واخد له 56,000 28,000 صوت مؤمنين. زي بالظبط كده عبد المنعم الشحات، هو مسقط الزمن مش عبد المنعم الشحات دي الاخوه طلع اتهام، لان عبد المنعم لغايه قبل ربع ساعه من انتهاء الفرز كان فاضل 20 صندوق من مناطق هي بتاعتنا بتدينا لصالحنا بال 200 و 300 صوت فرد، وكان متقدم ب 3,500 صوت. فالاخوه قال خلاص 20 صندوق من بتوعنا عبد المنعم كسب. الراجل الثاني قال لك عداني وخلاص. اذا بالنتيجه 30,000 صوت للطرف المخالف. طبعا النتيجه لصالح الطرف المخالف ب 30,000 صوت. خلاص ماشي، مش عايزين اقول مش عارف البرلمان خلوهم يختاروا